سنة 2000 هذا الرجل دخل غرفة اجتماعات في تكساس وعرض شركته للبيع ب$50 مليون، والرد كان ضحكة سخرية. الشركة اللي رفضت العرض كانت بلوك باستر، العملاق اللي كان يملك العالم ب9,000 محل فيديو في كل زاوية. وريد هاستينغز كان عنده شركة صغيرة خسرانة، فكرتها إنك تأجر أفلام بالبريد عشان تفتك من غرامات التأخير. دخل على الرئيس التنفيذي لبلوك باستر وقال: اشترونا وخلونا ندير لكم الأونلاين، المستقبل في الإنترنت. الرئيس سأله: كم تبغى؟ رد ريد بصوت يرجف: $50 مليون. الغرفة انفجرت ضحك. قالوا له بالحرف: الإنترنت موضة وبتروح، اطلع برا. ريد طلع من المبنى محطم، لكن في الطيارة وهو راجع قرر يخلي تدمير بلوك باستر هو هدف حياته. ركز كل طاقته على الستريمينج والبث المباشر، بينما بلوك باستر استمرت تفتح محلات وتبيع فشار. مرت السنين، وفي 2010 بلوك باستر أعلنت إفلاسها رسمياً من 9,000 محل إلى 0. والشركة الصغيرة اللي ضحكوا عليها اليوم قيمتها أكثر من $200 مليار وموجودة في كل بيت. لو كانوا دفعوا $50 مليون كانوا ملكوا المستقبل، لكن الغرور أعماهم. هذا هو ريد هاستينغز، والشركة اللي رفضوا يشتروها هي نتفليكس.